تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض نوتيلا صحية كده بجد رهيبة وطعمها تحفة ومش هتكلفنا ربع التكلفة اللي بنجيبها من بره. وهقولك لو عايزة بقى تحوليها لنوتيلا زي اللي احنا بنجيبها من بره هتضيفي عليها ايه. انا هنا اول حاجة هجيب كوباية من اللبن كده وهسخنها على النار، لازم اللبن يبقى سخن. وهجيب بقى كوباية من الشوكولاتة قد مقدار اللبن. خلاص، وهدوب بقى هتلاقي ده معاكي لان احنا مسخنين اللبن. وانصحك بقى في اللحظة دي انك تضاعفي الكمية عشان هتعجبك جدا الوصفة دي. وهجيب كيسين كده من البسكوت، ومش شرط ابو كاكاو، يعني لو لقيتي الابيض عادي اشتغلي بيه برضو. هيتحول معانا عشان الشوكولاتة، يعني هتحوله لنوتيلا برضو. مش شرط انك تجيبي بسكوت بالكاكاو. ونضرب بقى الكلام ده كله كده في الكبة. هيطلع معانا او في الخلاط اللي يعجبك، هيطلع معانا بقى صوص شوكولاتة. هو هنا لسه سخن، انا هوريكي بالمراحل كده هيتقل ازاي. هنا دخلته التلاجة كده لمدة نص ساعة. بصوا تماسك ازاي، بس برضو لسه مش قوام النوتيلا اللي بنجيبها. هوريكي كمان لما هقعده بقى، يعني انا نقلته هنا ودخلته التلاجة لمدة ساعة تاني. بصوا بقى اتحول لنوتيلا ازاي. بس طبعا الطعم مختلف شوية لان النوتيلا بيبقى فيها دهون وفيها سكر وطعم البندق. طب انتي بقى هي كده نوتيلا صحية وطعمها تحفة وحلوة جدا. طب انتي عايزاها زي اللي بتجيبيها من بره بالظبط، هتجيبي كيس، يا هتضربي بندق بقى مع سكر مثلا عشان هي ايه، ممكن تزودي السكر. يا اما هتجيبي كيس نسكافيه اللي هو بطعم البندق وتضربيه من الاول مع اللبن وتزودي شوية سكر، هتطلع لك نوتيلا برضو صحية من غير اي مادة دهنية. بجد فكرة رهيبة وطعمها تحفة.